إيجار قديم ب20 جنيه وعاشت فيها لوحدها، الوحيدة اللي كانت بتزورها فيها نادية لطفي والعكس. بتحب العزلة جدا رغم عيلتها الكبيرة، وتشوفها تقول الدنيا ربيع والجو بديع. قصة شقة سعاد حسني اللي عاشت فيها لوحدها، ومفاجأة عن اللي وصلت ليه دلوقتي. يا ترى ليه كانت بتحب العزلة؟ وإمتى سعاد حسني سابت الشقة دي ومشيت منها؟ مصير الشقة دي إيه ومين اللي عايش فيها؟ كل الأسرار والحكايات عن الشقة والكواليس اللي وراها هقول لكم عليها في الفيديو ده، بس تابعوني للنهاية. كلنا عارفين إن سعاد حسني كانت فنانة تقيلة جدا في الشغلانة، ومصير نهايتها لغز محير لكل جمهورها، لكن ده ما بقاش فارق مع ناس كتير علشان الموضوع عدى عليه سنين، وكل ما يعدي وقت كل ما الموضوع يتقفل ضبة ومفتاح لحد ما يكون في جديد يظهر. لكن المرة دي قررنا نخرج بره الصندوق ونتكلم عن لغز جديد في حياة السندريلا الراحلة سعاد حسني، عن المكان اللي عاشت فيه، خاصة إنه برضه ورا لغز كبير. العمارة اللي كانت قاعدة فيها سعاد حسني على شقتين، بلكونتها شرحة وبرحة، وفي النص بين الشقق طلع شجرة مليانة ورد، وتشوفها تقول ده الدنيا ربيع فعلا، وشكلها غنت الأغنية دي علشان بس المكان الجميل اللي كانت قاعدة فيه. العمارة واضح إنها صغيرة، حوالي 6 أدوار ب12 شقة، وسعاد حسني كانت قاعدة في الدور الرابع، يعني حاجة وسط كده. اللي حصل إنها كانت واخدة الشقة دي إيجار قديم ب20 جنيه، وكانت بتدفعهم كل شهر عادي جدا. كانت مقررة تقعد لوحدها فيها محدش يزورها، وفي العموم هي بتحب العزلة زي عينيها، وما كانش في صديقة مقربة ليها غير نادية لطفي، ودي اللي كانت بتزورها. وكمان سعاد حسني كانت بتروح تقضي معظم وقتها معاها علشان قريبة منها في السكن. تفوت الأيام وتعدي وتفضل سعاد حسني على نفس الحالة بتاعتها، مفيش جديد، مع إن عيلتها كبيرة جدا بالمناسبة، لكن تقول إيه بقى، مفيش فايدة. سعاد حسني عاشت في الشقة دي من أول الستينات لحد ما قررت تسافر باريس. الشقة فيها صور سعاد حسني من أعمالها الفنية وصور شخصية، وأغلبها وهي لابسة الأبيض والأسود. وبمجرد ما تزور العمارة دلوقتي هتلاقي شجرة الورد زي ما هي، وعلى طول هتفتكر أغنية الدنيا ربيع والجو بديع، ومش هتبطل تفتكر مشاهد سعاد حسني في الأفلام كمان. بالمناسبة الشقة دي دلوقتي مصيرها غريب، علشان لما رحلت سعاد حسني ما جاش حد من الورثة يقعد في الشقة، بما إنها إيجار قديم ب20 جنيه، فكان الصح إن ملكيتها ترجع من تاني لصاحبها، اللي قرر يقفل الشقة دي خالص ومحدش يسكنها بعد سعاد حسني، ولحد دلوقتي مقفولة، لا منها اتأجرت ولا منها اتباعت. وفضلت ذكريات الزيارات مع نادية لطفي والصور والورود هي اللي محوطة المكان، وهيفضل الدور الرابع ويافطة هنا عاشت سعاد حسني، شاهدة على وجود ريحتها وحسها في المكان. الشقة دي موجودة في الزمالك في الشارع اللي في ظهر شارع حسن صبري، والشرط اللي محطوط على باب العمارة إن ممنوع دخول العمارة لغير سكانها وبس، يعني محدش يقدر حتى يطلع يصور باب شقة سعاد حسني عامل ازاي دلوقتي. هل فكرتوا بعد الفيديو ده تنزلوا الزمالك وتشوفوا شقة سعاد حسني والعمارة اللي عاشت فيها؟ ويا ترى ايه أكتر دور قدمته السندريلا وافتكرتوه وانتوا بتسمعوا معايا الفيديو ده؟ شاركونا في التعليقات.